حلو. لان معايا 3000. حلو. لا دي حاجه ثانيه، معلش لو تسمح لي بس ايه. عايز تصورني؟ اصورك بعد اذنك ممكن؟ انا عايزك تسمعني الاول وانا تصورني كلي. انا حلو. تحت امرك. حلو. انا ما بقولكش لا. تليفونه. يا مساء الفل. فاكرين زمان كنا نقول واحنا عيال صغيره كده، في مقوله على طول كنا بنرددها والاطفال في الشارع كانوا بيرددوها، يا عم ده شارع الحكومه. هو من الواضح يعني حصل موقف كده غريب. انا ماشي في احد شوارع المهندسين، جالي تليفون، فقلت اركن على جنب عشان ارد على التليفون كان مهم. فلقيت ركنه صف اول جنب رصيف، فركنت حضنت على جنب ووقفت عشان اتكلم في التليفون، فلقيت واحد بيجري عليا كده من بعيد. 10 جنيه يا باشا. بص انت تقول التكره في حياتك، اقول لك اكره البلطجه والفرده ومن ضمنها شغله السايس طالما مش واخد تصريح وطالما مش داخل تركن في باركينج، مش شارع باركينج، خلاص هو ما فيش فلوس، هتدفع فلوس ليه؟ فقلت له لا مش دافع. فقفلت التليفون، قلت له خد انت مين؟ قال لي يا بيه انا بجري على 3 عيال، وقلت له ماشي اشتغل. فقال ما انا شغال، ما دي شغلتي. قلت له شغلتك ايه؟ ده شارع الحكومه. قال لي ما هو شارع الحكومه والحكومه مأجره لي. مأجر لك ايه يا عم؟ العتبه الخضراء. فقال لك راح لقيته مطلع لي وصل فعلا، بس هو للاسف رفض ان انا اسجل معاه واصوره. ايصال فعلا ومختوم بختم النسر، ومكتوب فيه حتى في الوصف بتاع المبلغ اللي مدفوع، هو دافع 1550 جنيه، معرفش هل بالشهر ولا بالثلاث شهور. فده مقابل تنظيم ركن السيارات تقريبا، ده المسمى المكتوب قدام المبلغ المدفوع قدام ال 1550. فهو كده قانونوا له الوضع. هو تبع حي العجوز على فكره، ومش عايز اقول اسم الولد يعني. فبالتالي بيتاخد من الراجل ده فلوس، فبالتالي هو بياخد فلوس من الناس. هو مقابل، حتى بقول له انت لما تلاقي شغلانه ثانيه تشتغلها تبقى ابرك من دي شويه، يبقى فيها تعب شويه. انت قلت له انت ما عملتليش حاجه. قلت له انا جيت ركنت جنب الرصيف، انت عملت لي ايه؟ ووظيفتك ايه؟ ايه الخدمه اللي انت قدمتها لي عشان اطلع لك فلوس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، خد يعني هدي لك اللي انت عايزه، بس قول لي انت عملت لي ايه الخدمه اللي انت قدمتها لي عشان اديها لك. ففي حاجه مش مظبوطه، وده يعني يا ريت دي بايصالات، ايصال احمر كده. ده مقابل ايه؟ انت كده بتقول للشباب يعني اقعدوا ما تشتغلوش وانزلوا الشارع، واي حته فاضيه وقفوا فيها، واي حد يجي يركن خدوا منهم فلوس، مقابل انت هتديني 1500 جنيه كحي في الشهر. انا شايف ان ده نوع من انواع الفساد اللي موجود في الاحياء، ولازم ان كلنا نكون ايجابيين. ما تفتكرش بقى ان الراجل ده غلبان، لا ده مش غلبان. الراجل ده بقول له ما اشتغلتش ليه في اماكن تانية، في اماكن كتيره طالبه شغل حتى لو فيها تعب شويه. في مشاريع كتيره شغاله دلوقتي، حتى هو قال لي كان في مش عارف بيعملوا كوبري ايه هنا، ورحت عشان اشتغل معاهم فقالوا لي 80 جنيه في اليوم. طب 80 جنيه في اليوم يعني انت بتاخد هنا كام؟ قال لي بيطلع لي 90 بيطلع لي 100. قلت له المبدا بقى مش الفرق مش كتير يعني بس انت بتستسهل ليه؟ انت هنا ما بتعملش حاجه، انت واقف قاعد تحت شمسيه، قاعد تحت شجره، اول ما تلاقي عربيه بتجري عليها وبتاخد منها فلوس، لكن انت ما بتعملش حاجه.